الوضع السوري ليس كوضع باقي الربيع العربي، فالنظام السوري هو صنيعة قوى الاستبداد والاستعمار. واعلموا أن الشعب العربي يقف معكم ويازركم، واعلموا أن حكومات دول التعاون الخليجي تعمل بعمل حثيث للتخلص من هذا النظام المجرم. فهذا النظام يهدد كيان دولنا ويهدد كيان الدول العربية. أستغرب من قادة الأمة وقادة العرب بالذات وقادة الخليج الذين لا يزالون يجاملون الروس والصين ويتحفظون على كل ما تفعل الصين والروس في إهانة الأمة وفي محاربتها. الله حسبكم يا أهل الشام. لماذا نصرت الدول كل الثورات وتركت أهل الشام؟ لأنهم يعلمون أنها أرض الرباط، أرض الطائفة المنصورة. الحراك الآن لا عذر لكم ولنا أمام الله عز وجل إن لم تتحرك القوات وتسقط هذا الطاغية قبل أن يقضي على أهل الشام. إن الشعب السوري في ثورته المباركة لم يرفع لافتة شكر لشعب إلا لشعب واحد، هو الشعب الكويتي، وكفى به فخرا وعزا. إلى الشعب المصابر، إلى أهلنا وأخوتنا في سوريا، أيها المصابرون المرابطون، بشرى لكم، لقد سطرتم بدمائكم أروع ملاحم البطولات. لقد علمتمونا أن الأمة لا زالت قادرة أن تقدم وتنجب. تحية من الكويت الحرة التي لم تقبل الظلم سنة 90 ولا تقبل الظلم لأهلنا في الشام. ثورة الشام هي ذروة سنام الربيع العربي. لن يكتمل الربيع العربي حتى تكتمل أو نرى النصر إن شاء الله، وهو قادم وقريب بإذن الله في ربوع الشام. أطالب وأشدد على دعم وتزويد الجيش الحر بالسلاح. ادعموا الجيش الحر بالسلاح.